تنبش لنا يا نبش من النوادر للمثكات بدنا نشوف ليش موصل الاول على العالم خيو. ليش ايش وصل الاول على لل100 اول العالم؟ واحد؟ وصل بالمية؟ الا عشان ما لا يا نخرب. جود بالله عليك. اقسم بالله وصل لل100. انت وين كنت حجي؟ بسم الله. ما شاء الله عليك. واي والله ليفل 100. ليفل 100 يا اخوان. ما ما شاء شاء الله عليك. الله. السلام عليكم. بهذا الفيديو رسميا اول حساب بتاريخ ببجي موبايل يصل للليفل 100 بس كنات. يعني ايش يا اخوان؟ انجاز جدا عظيم داخل لعبه ببجي موبايل. وكمان يا اخوان استعرضنا لكم حسابات مصنفه وكمان يا اخوان منافسه لهذا الحساب. واهم شيء يا اخوان تكلمنا بموضوع الشعبيه بين اخونا اترو واخونا كيو 8. فطبعا يا اخوان قبل لا نبدا بالفيديو كسبونا الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونرحب بالاخ جود. ارحب يا جود وحياك الله. ارحب عمري ماهر بعد غياب طال لمدة شهر ونيف. شباب بس قبل ما اوجه لكم شيء بدي اقول لكم انه ماهر تجوز من فترة وكان غايب علينا وقاطع علينا وخاننا. نعم تمام. نعم نعم المهم نعم. منورين يا عمري لا تنسون. الله يسعدكم يا اخوان، ان شاء الله على قبال الجميع وعقبالك يا حبيبي يا اللهم جود. امين. المهم اللهم فجروا امين. لنا هذا الفيديو لايكات بالله عليكم لانه قوي كثير، ولا تنسون الاشتراكات. حابين نوصل 50,000 بالله عليكم باسرع وقت. احلى بوسه لكل شيء واحد اشترك بالقناه. واكيد يا جود اشي جدا مهم انه هذا الفيديو على حسب طلبهم، صح ولا ايش؟ لكن لانه كلها صارت دراما بالتعليقات اخر شيء اترو وكيو 8. واحد آه. اترو واحد واهم كيو شيء يا 8. اخوان قبل لا نبدا بالفيديو انه راح ينزل عندنا باكج اسطوري مثل ما تشوفون اللي هو بكره الصبح او بكره الفجر ان شاء الله. حرفيا يا اخوان افضل باكج شتوي، افضل باكج ثلجي. طبعا يا اخوان عشان تاخذون شداتكم بافضل الاسعار انصحكم متجر جي ار زد جيمنج عامل لكم خصومات اسطوريه من طرفي ومن طرف جود، صح ولا ايش يا الحبيب؟ بالضبط الله يسعد دينك. شباب اقسم بالله هذا المتجر ما بتلاقوا ارخص منه بالوطن العربي كله. خصومات لدول يعني جماعه المانيا. على فكره انتم عايشين بنعيم ترى والله. بالنسبه نعم. والله عندهم خصومات رهيبه اكثر من خصومات الوطن العربي، مع لك انه جود خصوماتهم ترى احسن مغريه. شيء انه متوفر جميع طرق الدفع، وانه جماعه اوروبا ما عليهم اي ضريبه اطلاقا، يعني تشحن 100%. بافضل واقوى الاسعار ان شاء الله. طبعا يا اخوان خليت لكم رابط متجر جي ار زد جيمنج وبوصف هذا الفيديو، فما راح نطول عليكم اكثر. اتمنى لكم مشاهده ممتع. اول شيء يا اخوان في موضوع جدا جدا مهم وكثير اجتني عليه تعليقات. طبعا يا جود بالموضوع راح احكي من وجهة نظري وبعدين اعطيك المايك تحكي من وجهة نظرك ان شاء الله. الموضوع هو التحدي الشعبية بين اخونا اترو وكيو 8. اول شيء يا جود بدنا نتكلم عن موضوع النزاهة بالتحدي. انت تعرف يا جود انه كيو 8 انحذفت من شعبيته 340 مليون شعبية تقريبا، صح هذا الحكي؟ يا ويلي اي نعم 100%. هذا يا اخوان ممكن انا كمتابع او انا كشخص مثلا بدي ادعم كيو 8 راح يصير عندي مثلا شكوك بنزاهه التحدي. وبالنسبه لاترو انه من قبل كان عرض حسابه للبيع. ممكن انت عزيز المتابع تحكي انه انا ادعم شعبيه بلكي اترو باع الحساب، ما ادري ممكن اترو قبل كان ممكن استعراض او كلام فقط. فهذا موضوع جدا جدا مهم. وكمان يا اخوان قبل ما اعطي المايك لجود انتم اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات عن موضوع حذف الشعبيه عند كيو 8 وموضوع انه اترو كان عارض حسابه للبيع. وتعرفون اترو طلع فيديو حكى انا مستحيل انه ابيع حسابي عشان الاول بالشعبيه يظل ماسكه عربي وعلى طول يغير بالاعلام بالدول العربيه مثل سوريا او العراق او السعوديه او اليمن والى اخره. تفضل يا جود المايك لك. وكمان اهم شيء رايكم يا اخوان بالتعليقات على هذا الموضوع. تفضل يا جود. والله يا ابو شريك انا عندي وجهة نظر ثانية. هو للامانة صار بي ردود منطقية بين الاثنين اللي هم اترو وكيو 8. عرفت شلون؟ يعني كل واحد اعترض للثاني. نعم هسه بالنسبة لكيو 8 الزلمة اجى دعم يعني مبالغ فيه، والشركة بعد يومين كل شاف بالتصنيف انه انحذف من شعبيته 340 مليون شعبية. يعني هذا ترى مبلغ ومنافسة غير نزيهة تعتبر بهاي الطريقة. رد نعم اترو على هذا الشيء انه بحجة انه هو رفع علام الدول العربية كلها لازم يظل المركز الاول، صح؟ لانه اول علم رفعه بعد علم العراق اللي هو علم سوريا، مزبوط. صحيح. فاذا جيت للامانه ترى الموضوع يخصنا كلياتنا. بنفترض انه اترو قبل سنه وقت اللي عرض حسابه للبيع لنفترض انه انباع الحساب. نعم عرفت؟ راح يقول لك ما ابيعه غير لشخص عربي. طيب نعم بنفترض هذاك الشخص باعه لاجنبي، شو كان ممكن يصير؟ فهمت علي؟ اكيد هذا رد صحيح. كيو 8. هذا رد كيو 8 ورد منطقي. فهمت المشكلة علي ابو يا العيد؟ جود هنا انه احنا شوشنا انه كيو 8 ممكن انه الحساب اخذه من شخص اجنبي، اشترى الحساب من شخص اجنبي. والمشكلة اترو كان عرض حسابه للبيع فيديو رسمي. المشكلة انه انا كمتابع او كفانز مثلا، يعني انا يا اخوان اتكلم بصفتكم انتم تمام، انا خارج الموضوع ولكن احكي وجهة نظري. المشكلة انه هنا احنا بدنا نتخربط انه انا اروح ادعم كيو 8 ولا ادعم اترو. طبعا يا اخوان كل شخص عنده جمهوره، ولكن يا اخوان بالنسبة لإلي ومن
من وجهة نظري اذا انت بدك تدعم كفانز لكيو 8 او كفانز لاترو، ادعم الشخص اللي انت تحبه، لانه بالاخير ممكن اي شخص راح يبيع حسابه. انا يا اخوان ممكن اذا دعمت بروح ادعم اخونا اترو، لانه اكثر من مره غير اعلام الدول العربيه، وممكن على هذا الاشي يستاهل، وكمان ممكن بطل يبيع حسابه. وكمان يا اخوان اكيد احنا بدنا ننصف كيو 8 كمان يستاهل الدعم كافضل حساب ببجي ممكن بالعالم، وحاليا بايادي عربيه. وطبعا اكيد يا اخوان اعطونا وجهه نظركم بالتعليقات، وتفضل يا جود اعطينا وجهه نظرك، او انت ممكن تصف مع مين؟ والله يا ابو شريك انا بالنسبه لي انا بصف مع اللي وقف معانا اكثر. يعني هلا حسابي كيو 8 ما صار له اكثر من سنه ونص من شراء من شخص اجنبي اللي هو اخونا الباكستاني، قبل كان صاحبه. وعندك اترو ما خلى علم دوله عربيه ما رفعه للامانه. يعني خيو ما انباع الحساب، والحساب اترو بطل يبيعه. عرفت شلون؟ انا عن نفسي انا بوقف مع اخونا اترو للامانه، لانه شوف ترى على فكره مجتهد ومستمر بنفس المحتوى ولا يمل منه. عرفت كيف؟ وهم شخص رافع علم عربي على العالم كله بلعبة ببجي. انا برايي انهم يعملوا منافسه على بثوث مباشره تكون نزيهه. عرفت شلون؟ واللي يحب مثلا الفانز لاترو مثل ما قلت انت والفانز لكيو 8 يدعمون الاشخاص اللي بيحبونهم. عرفت شلون؟ هلا مثلا انت اكيد، فانز بس لعلي اهم شيء دعمني الي. اهم شيء يجود في موضوع مهم، ان التحدي يكون نزيه، وخلي التحدي يكون قوي. للامانه يا اخوان رجعونا روح التحدي الشعبيه، وللامانه اخر فتره شفت انه صارت في كثير اشياء حلوه صراحه، ورجعونا على ايام زمان. اترو راح والله ابعث لك دراجه وتعطيني 320 شده، كذلك جود يعني. اريد اقول شيء ماهر، اريد اقول شيء بربك. نعم. اترو ندز مطار سنه سنين شده. طبعا يا اخوان الله يسعدكم، حبينا نحكي عن هذا الموضوع. اكتبوا لنا كمان رايكم انتم بالتعليقات، وحاليا يا اخوان انتم كمان اكتبوا لنا رايكم وجهه نظركم بالتعليقات. وحاليا نبدا باستعراض الحسابات. اولا ضلع ماهر بدي اياك بالله عليك تفوت على حساب كيو 8 تنبش لنا يا نبش، من النوادر للمثكات بدنا نشوف ليش موصل الاول على العالم خيو. ليش ايش وصل الاول على بالرقميه اول العالم؟ واحد؟ وصل له بالمية؟ الا عشان ما لك لا يا خبر. جود بالله عليك. اقسم بالله وصل له بالمية. انت وين كنت حجي؟ انت شباب ترى والله على جود فكره ماهر انا متجوز جديد ها. والله يا اخوان ماهر يعني صار لي قاطع فتره شهر ونص حرفيا يعني. اوكي، نروح حاليا على الشعبيه. طبعا يا اخوان مثل ما تشوفون اترو حاليا عنده 13 مليار و398 مليون، وكيوت عنده 12 مليار و268 مليون، يعني عدد جدا قريب على بعض. حاليا نروح على كيو 8. بسم الله. ما شاء الله عليه. واي والله ليفل 100، ليفل 100 ما يا شاء الله عليه. اخوان، ما ما شاء شاء الله عليه. الله. لك صاحبي معقولة هذا الحساب خلاص ختم تاريخ ببجي موبايل، سواء بالنوادر سواء بالليفل سواء بالكونكرات بكل شيء بكل شيء. يا اخي والله عظيم ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخوان. بالانصاف حرفيا ممكن هذا اقوى حساب، او مو ممكن، هذا حرفيا اقوى حساب بتاريخ ببجي موبايل، ومعقولة يكون له منافس؟ يا ماهر أنا ذكرت سابقا لك بالفيديو ترى، وقلت لك هذا الحساب الذي لا ينقصه شيء حرفيا، كل شيء بنفسك تلاقيه. لك شوف شوف يا رجل الخزينة بتجمد عشان تدخل عليها. شوف خلينا في نشوف عندك المثكات. 664 مثلك و67 ذهبي توتيال. ما شاء الله دود ما شاء الله. يعني حرفيا هذا الحساب اذا صارف عليه بالقليل ممكن 300 400 الف دولار. يا زلمة 300 وال 400 ألف دولار هدول يحطون بجيبتك على صرف أكثر من نص مليون دولار. ما شاء الله تبارك فما بالك. الرحمن. يا اخوان شوي اعذرونا انه الصوت جود مرات يقطع، لانه عنده النت شويه ضعيف للاسف يعني. انترنت السوري برحب بكم. الله يفرج عليك يا الحبيب. شوف يا جود اللهم آمين. احنا استعرضنا الحساب من قبل، اهم شيء احنا نروح على النوادر كالعاده. مثل ما تشوف عنده نعم. البيبي 2، عنده التيشيرتات، عنده الكرو، عنده والبيبي كل شيء البيضاء. بالنسبه للنوادر. يعني حرفيا يا اخوان الحساب وصل ليفل 100. خلونا نتفق على شيء، الشعبيه صار مصنف الثاني، يعني ممكن يطلع كمان، الله العلي ممكن ياخذ الاول كمان يا اخوان. ليفل الحساب 93، ليفل سكنات 100. شوفوا يا اخوان بالنسبه للكونكرات جميع كونكرات السيزونات من السيزون الثاني للسيزون الحالي. كمان يا اخوان الالتيميت رويال بالنسبه للشعبيه، بالنسبه للنوادر، بالنسبه للمثكات. يعني يا اخوان حرفيا الحساب نمبر 1. كمان يا اخوان بدون يعني عنصريه، الله يسعدكم. يعني انتم اكتبوا رايكم بالتعليقات بالانصاف، مهما يكون صاحب الحساب سواء عربي اجنبي والى اخره. مثل ما تشوف يا صاحبي هذا الهاشتاج ليفل 100،
يعني اي ما والله. شاء والله الله احلى تبارك هاشتاج يا اخي الرحمن. باللعبه. احلى ما هيك. هاشتاج، احلى هاشتاج ابو جود، احلى هاشتاج. فلوس نعم، حبيبي، ما هذا هو بمليار تخيل يكون مليارات عندك، هاي. نعم. تخيل يكون عندك هاشتاج يعني بس انت الوحيد اللي باللعبه اللي عندك اياه. معقول الشباب يلحقونه مثلا؟ خلينا نروح على اترو، تمام. فوت على اترا، شوف والله اترا جد مصاري نشوف اكثر اترو. 100%. اول اشي، في عندي انا مشكله بحساب اترو اللي هو الليفل 73. مثل ما تشوف اترو موثق. وكمان انت لازم تعرف شغله عن اترو، انا راح احكيها لك. ثواني. اول شيء خلينا ندخل على اللي هي الخزينه، بعدين نروح على التوتيال، بعدين نروح على النوادر. مثل ما تشوف انه اترو ما عنده اي لبسه مثل تبعات البيبي، لانه الحساب جديد. يعني من السيزون بالسيزون 10 10 او ايه. 11. ممكن صح؟ من السيزون 10 انا اتذكر. 100%. طيب، ولكن يجود في اشي جدا مهم عند اترو، ممكن يضاهي فيه كيو 8، اللي هو صوت اترو داخل اللعبه. اوبو والله هاي كبيره هاي. يعني صوتك انت صوت مؤثر نعم. داخل اللعبه، وصوته وكثير من الناس يستخدمون صوته داخل اللعبه. هذا امر اي جدا والله. مهم، وكمان موثق مثل ما تشوف. طبعا يا اخوان، بالنسبه للحساب اترو قوي وكثير صارف عليه، وخصوصا الشعبيه. كمان يا اخوان سكنات تقريبا كل السكنات، وخصوصا الاسلحه اخذها كلياتها. ولكن يا اخوان ليفل الحساب 73، كونكرات مو كثير عنده. والمشكله يا اخوان انه ما عنده كثير نوادر. يعني تعرف انت حساب اسعد وفي كثير من الشباب ما شاء الله عندهم نوادر قويه جدا يضاهون فيها كيو 8. صح ولا ايش؟ 100%. لا لا مزبوط كلامك، بس هلا اذا جينا ولكن على موضوع ناحيه الشعبيه الصوت. يعني صعبه والله صراحه. الشعبيه انا شايف انه كيو 8 يعني ممكن يلاحق اترو اذا ما اترو شاد حاله بالشعبيه. نعم موجود. اقول هسه من ناحيه الصوت، يعني تخيل يكون صوتك باللعبه هسه مثل صوت اترو، اذا واحد دمجوه يطلع لا يا ربي مستحيل. والله يجود بالنسبه لي لو يعطوني ليفل 100 او صوتي باللعبه، لا انا اختار صوتي باللعبه صراحه. لا يا اخي شلون العالم كله صرت تعرفك يا اخي. يعني تمام، انت عندك سكنات، بس سكنات ما كلها راح يعني تلبسها وتدخل تلعب جيم. بس انت في يمكن 30 40 مليون شخص يستخدمون صوتك ويعرفون صوتك داخل اللعبة. هذا اي امر يعني والله. كثير كثير حلو صراحة. طبعا نعم. حاليا اعطيني ايدي الاسطورة اليمني اللي هو اخونا اسعد. اسعد. يا اعطيني يا اخي جود اسعد وخليني اسعد ابحث عنه اسعد واشوفه اسطوره. وين وصل. نعم، تريد اشوف وين وصل بالضبط. يلا. 5 2 4 9 8 9 8 1 6 4 2. 1 6 4 2. بسم الله. ايوه. طيب جود، في امر جدا مهم. هذا هو اللي هو حساب مثلا اسعد. هل اسعد باع حسابه اللي هو مغير الاسم؟ انا ما عاد افهم شيء صراحه. والله هاي شغله لبك يا صاحبي. المشكله لسه ما احد يعني يتكلم عنها. انا في عندي صديق يمني متابعنا على تيك توك، وانا متابعه والله راح اسمع عن بالي. يدخل بحساب اللي هذا هو 55 اتش. يعني معقول يكون هو حساب اسعد بس ما ذكر يعني صراحه. وهذا ايدي حساب والله اسعد. يعني مبين ما 24 تكلموا ما كونكر. تكلموا. شوف مسكر الخزينه. المشكله يعني ما نقدر نشوف لوين وصل، ولكن لسه ما وصل ليفل 100. ولكن عجيب يعني اسعد وين صارت في الدنيا؟ هل مغير حسابه؟ يا اخوان اكتبوا لنا بالتعليقات. بعدين دولار اليمني والشباب، كل ما تدخل على ايدي واحد منهم تحس انه يا بيع الحساب يا مغيره او مغير الاسم. ايش صاير بالضبط ما ادري. الحساب الوحيد اللي وصل 100 هو حساب كيو 8، وصراحه هذا انجاز جدا قوي داخل لعبه ببجي موبايل. والله يا ماهر هو هذا كيو 8 شخص مجتهد كثير يا اخي ما شاء الله عليه. يعني ما عم يفوت فايت في اللعبه. مجتهد يا جود، مجتهد كثير، فهمت؟ لكن دام الجيب مليان المرتاح مرتاح يا. هو مجتهد كثير صراحة. جالس تعطيني مليون دولار بصل لك ليفل 100 بعد بكرة. يا عمري الله كريم الله يرزقك اي يا اخي والله الله تستاهل كريم، والله. اللهم امين. واول شيء اللهم ربي يبارك لهم بحساباتهم. ما شاء الله تبارك اي والله. الرحمن، وان شاء الله يعني يلعبون فيهم بالهنا ويهرونهم بالهنا ان شاء الله تعالى. يا اخوان راح اعطيكم وجهة نظري. اول شيء كيويت المركز الاول، اخونا اسعد اليمني المركز الثاني، اترو ممكن يكون المركز الثالث. وطبعا يا اخوان في حسابات ثانيه مثل دولار والبقيه ممكن حتى ينافسون على المركز الثالث بدل اترو بالنسبه للنوادر. كويت يا اخوان لانه ليفل الحساب 93، ليفل سكنات ما شاء الله وصل 100، الكونكرات مختمها، جميع النوادر جميع سكنات عنده، فيكون المركز الاول. اسعد يا اخوان لو شاد نفسه تعرفون يا اخوان، وممكن كان عنده نقص هو البيبي كنست البيبي الزرقاء يا جود، عنده بس الشورت بس.
100% ما فهمت عنده علي كنز شلون؟ الفرقان. لهذا السبب نعم. لو كان عنده كمال كنزة راح يكون حساب اسعد اليمني ممكن المصنف الاول، ولكن تعرفون يا اخوان كمان كيو طلع على الشعبيه، فممكن كيو المركز الاول، اسعد المركز الثاني، المركز الثالث اترو، وممكن حساب دولار ياخذ المركز الثالث بدل اترو بالنسبه للنوادر. ولكن انا حطيت اترو المركز الثالث لانه صوته داخل اللعبه، كمان يا اخوان المصنف الاول على الشعبيه. طبعا يا اخوان نعم. هذا كان فيديونا، حكينا عن الحساب، اول حساب وصل ليفل 100، وكمان يا اخوان حكينا عن موضوع الشعبيه. يا اخوان باذن الله تعالى مجهزين لكم فيديو اسطوري حرفيا ان شاء الله ينزل الاسبوع القادم، سلسله قويه، سلسله جديده، محتوى جديد ان شاء الله على السنه القادمه. اللهم ربي يعطينا خيرها ويكفينا شرها، ويعم الامن اللهم والايمان آمين. على جميع الدول العربيه والاسلاميه، ودمتم في رعايه الله.